أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع علينا عادة ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. ضيفتنا النهارده عايشه حاله توتر نفسي واضطراب عصبي مزمن، بتضحك وتعيط في نفس اللحظه، تكشر وتهزر في نفس الثانيه، ما تعرفش تقفش لها رياكشن، لما بتبقى تحت ضغط ما تقدرش تتوقع ممكن تعمل ايه او تتصرف ازاي. ضيفتنا النهارده المراه الثعبان، حافيه على جسر من الذهب، فاتنه حدائق القبه، ضيفتنا لها ضحايا كتير، والنهارده جه اليوم اللي هننتقم فيه لكل اللي عذبتهم احياء واموات. معانا ومعاكم نجلاء بدر. يلا يا جماعه نجلاء بدر، نجلاء بدر جت يا جماعه. من داخل مجلس قتل المقبره، احنا في غرفه العمليات دلوقتي، اتفاجئنا بظهور النجمه المتألقه المتأنقه نجلاء بدر. جيسيكا ايوه ويك اب ويك اب دونت سليب. نجلاء بتتألق في الأبيض، مش هنتعاطف مع الكتف ده. نجلاء بدر واقفة غريبة قوي، تحس إنها عاملة زي البرجل كده، ما شاء الله واقفة باليرينا. Thank you for your attention. Thank you very much. حلو، يلا يا جوجو. الحمد لله على السلامة. افهم بقى ايه اكتشاف ايه بالظبط؟ عشان احنا هنا في محجر اسمه المحجر الرملة الحرشة. سواحل البحر الأحمر كلها بتتغطى بيها. يلا يا كذاب. الحفر بتاعي. نيجي بقى هنا على البلان عشان نشرح لحضرتك. المقبرة ليها مدخل واحد ومخرج واحد. أول ما بننزل المقبرة بنقابل على إيدنا الشمال تونيشي. على فكرة نجلاء بتعشق التعابين، بس مش التعابين الحية، تعابين، كوليهات، سلاسل. أثريا لازم يكون في حاجة اسمها غرفة دفن. مما اضطرينا إن احنا نيجي عند الجدار ده ورحنا قطعنا وعملنا زنبيل متراس عشان نقدر نعمل باسج او ممر نقدر ندخل لغرفه الدفن، وده كان الاكتشاف الحقيقه اللي هز الدنيا. هي فين بقى هنا غرفه الدفن؟ تعتبر انهي واحده؟ دي يا فندم غرفه الدفن بعد الزنبيل الثاني على طول. وايه الاثنين اللي وراهم دول، التول بلوكس اللي وراهم دول؟ نجلاء بدر بقى لها 3 ايام عماله تذاكر الفراعنه وتقرا عنهم، واحنا كمان يا نجلاء بقى لنا 3 ايام بنخطط ازاي نخضك. الحرشه وده اول مره مش في حياتي احضر حاجه زي كده. لا ده شعور طيب. واقول لحضرتك حاجه يا استاذ، حاجه رحت الاقصر واسوان، طلعت الاهرامات، لكن حلو الخوف ده، حلو. بروفيسور جون هاي البعثه الانجليزيه. She's the most famous Egyptian actress number 1 and presenter نجلاء بدر. تحب حاجه نبدا بقى زياره المقبره؟ ايه هننزلها؟ ان شاء الله تنوريها يا بيبي. انت فاكره الموضوع فوق بس ولا ايه؟ بص مذيعه بقى قدام مذيعه وهينافسوا على بعض هم الجوز بقى. ربنا يخليك يا ميرسي يا في الاول بس كنت عايزه اعرف ايه سبب حضور حضرتك هنا النهارده؟ بصي انا جالي دعوه الحمد لله انا مبسوطه بيها قوي ان احنا نتكلم عن سياحه مصر وتنشيط سياحه مصر وانا بحب مصر قوي، ومصر تعتبر اكتر دوله. لما بسمع عين الضيف بتاع اللي هو بيتكلم في المنطقه دي بجد بيصعب عليا وبحس ان انا كذابه قوي. ما ينفعش ان احنا نبقى بلد فيها كميه الاثار دي ولم تستغل يعني. حضرتك طبعا انت عارفه احنا في وسط الصحراء ودرجه الحراره 38، احساسك والله ايه؟ الجو حلو قوي هنا بالعكس. كذابه قوي يا نونو، الدنيا نار موت. وان انا اعرفه كمان ان سفاجه منطقه تعتبر هيلثي يعني. نجلاء عايشه انها في سفاجه، مش واخده بالها ان احنا في الغردقه اصلا. اخدناها طبعا في عربيه ولففناها من الصحراء فلخبطنا النافيجيشن سيستم بتاعها، كل البوصل وكتاب اطلس تاه. بالعكس يعتبر صدقيني والله الجبال اللي انت شايفاها دي انا بحبها، وهي كمان بتحبك. ممكن تتجوزوا وتجيبوا سهول وهيضاء بصغنطاطين وهتنبسطوا اخر انبساط. حضرتك بتؤمني بلعنه الفراعنه؟ بعد اللي هتشوفيه النهارده هتتاكدي ان في لعنه فراعنه. انت بتقولي كده ليه؟ عشان ما انزلهاش؟ لا والله خالص. يا ابن اللذينه مجرد سؤال. لو سالت السؤال ده لاي حد لا مش بصي قريت عنها كتير، وقريت عن مقبره تقريبا كل اللي اكتشفوها كانت مقبره توت عنخ امون اعتقد. هي حصل لهم حوادث غريبه يعني كلهم توفوا تقريبا اللي دخلوا المقبره دي. حلو الاحساس ده. بص اهم حاجه ان الضيف يبقى نازل مؤهل ان اللي بيخش المقبره ممكن يتوفى، يحصل له حاجه. ما تيجي تقول لنا الموضوع ده قروا عليها ولا لسه ما قروش المقبره؟ اتمنى لك زياره سعيده. بصي بس انا قلبي جامد. انا عايزك بقى تستمر ان انت قلبك جامد كده. أشهد أن لا إله إلا الله. بتقولي لعنة الفراعنة. Please be reminded that there's only 5 people allowed in the tomb at the same time because of the oxygen. I must apologize. I've got things to attend to. قبول المقبرة مش هتستحمل طبعا العدد، وهتبقى 5 بس عشان الأكسجين الموضوع. والمساعدة هدية. Thank you very much. Nice to meet you. Bye bye. I will come with you. Yes. لسه ما شفناش صدمة النزول.
امسكي. امسك ايه وده هتتقري دلوقتي؟ بس استنى اما نشوف بس المنظر ده. هنريح ايدينا بس هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزل ازاي؟ ما هو هقول لحضرتك هي بيس اوف كيك. الراجل ده مقضيها بيس اوف كيك، تحس ان احنا في فشور. ما تخلص يا عم. انا هنزل؟ هتنورينا يا بيبي. You want me to go first? يا اتس اوكي. اول ستيب كده بنعمل ايه؟ نحط رجلنا الاثنين. بنقعد. And then I will catch you when I get to the button. Okay, thank you. Don't forget me. I will. مش هنتعاطف معاكي برضه. سيبنا ننطلق. باشا براحتك يا باشا. بص انا عمري ما عملت اللي بعمله بس يلا. كله من اجل مصر. تحيا مصر. انا ملاحظ ان مصطفى من ساعه ما شافنا جلاء وهو بقى حنين رومانسي سيكا، في سنس رومانسيه كده بدا مع مصطفى. ويت الموضوع اول ما نبتدي نحرك نشد ركبتنا بس. 1 2 3 يا ريس. شد ركبتك. برافو يا نونو، برافو ما شاء الله. انا احب بقى الضيوف اللي هم عندهم لياقه ورشاقه واناقه. بيقول لنا ايه هنا يا هيروغليفي؟ بيقول لنا جد مدو إين رع. هذا كلام يقال بواسطة الإله رع. اللي هيمس مقبرتي بسوء هيلسعه العقرب، يعضه التعبان، ويهشم عظامه التمساح. الأجلاء ابتدت تتوتر. لما الناس دخلت المقبره اصلا حصل لها حاجه؟ انا ما عنديش مشكله صدقني خالص، يعني انا ونصيبي انا كده. هو انا دخلت مقابر كتير. اوكي. لكن يعني مثلا ممكن حاجات الحظ لعب فيها دوره، حاجات كده قد تحدث يلا انا ونصيبي بقى. انت كويس. انا الحمد لله. طيب بطمني عليك. اول ما دول متحنطين اصلا؟ الدفنتين اهو. طب انا عايزه اسال، انا ليه قلبي ابتدى يتقبض؟ عشان يا حبيبتي انت قلبك حنين ورهيف. دول ليه ملفوف ودول مش، ولا ده بعد ما فكيتوه المفروض احنا ما بنلفش، احنا ما بنفكش، ده تحنيط افراد فما بيبقاش نفس الجوده بتاع رمسيس 2 وتحتمس 3 وحتشبسوت. اللي شفتهم في المتحف وشهم جلدهم لسه هم كانوا مؤمنين بالسحر قوي. طبعا امال دي هنا برضو دي الموميا بتاعت زوجته اغلب الظن. لسه هنعمل دي ان ايه. ثواني، يعني دول اطفال مثلا ولا في بيبيهات؟ هي دي الغرفتين اللي انت شرحتهم فوق بالظبط. اريا ابتديت اجمع. اوكي. هنا بقى هندخل على الغرفه اللي هي اسمها انتي تشامبر او ما تسبق غرفه الدفن. جدران. Oh my God! What happened? What happened? Wait. لا هي no she didn't touch anything. No she didn't touch anything. No wait she didn't touch anything. ابتدت تتوتر وده حلو. عندنا فريق احنا ترميم هنا جايبينه برضو معانا من الاقصر. وانا مش هتوتر بس يلا. عادي يا بيبي ما تقلقيش. هننزل على ركبتنا هنا وايدينا، وارجوكي ما نلمس لا الجدران الشمال ولا اليمين ولا فوق ولا راس الزنبيل. اعملي معروف. مايند يور هاد. نوطي راسنا كده، ايديك ورجليك وما نسندش. نسند على الارض احسن. الليله السوداء دي شعور لا ارادي اصله الواحد بيسند. اتفضل يا فندم. You're so tiny. It's easy for you. الف حمد لله على السلامه، نورت القفص يا بيبي. I need the tools right now. Okay, I'll be back. انا عايز البتوع دول يتلموا قبل ما حد يلمس فيهم، وانت ده ترفع لي البتاع. اتفضل يا فندم. You're so tiny. It's easy for you. الف حمد لله على السلامه، نورت القفص يا بيبي. I need the tools right now. Okay, I'll be back. انا عايز البتوع دول يتلموا قبل ما حد يلمس فيهم، وانت ده ترفع لي البتاع. ايه اللي عملته ده؟ في ايه؟ استنوا في ايه؟ يا استاذه نجله. استاذه نجله سمعاني؟ استاذه نجله. حد ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ استاذه نجله. لا استنوا بقى. اسمعيني اعملي معروف. اسمعيني. الزنبيل يا جماعه في حاجات بتقع. الزنبيل اتكسر وقع على البرطوم. طب اعمل ايه؟ اتنيل اعمل ايه؟ انا اتنيل اعمل ايه؟ تمسكي تتمسكي هدوء. البرطومه اتقطمت يا دكتور مصطفى. البرطومه اتقطمت يا دكتور مصطفى. البرطومه اتقطمت. تعالى لي على الناحيه الثانيه. روحي ناحيه الحيطه الثانيه يا فندم. الحيطه اللي في وشك الثانيه. يا جماعه عايز اقولوا حاجه مش سامعه. الحيطه اللي في وشك. الحيطه اللي في وشك. اعمل ازاي يا جماعه؟ روحي ناحيه الحيطه. ناحيه الحيطه اللي في وشك. اعمل فيها ايه؟ اقفي عنها. ابعدي عن البرطومه. ابعد عن ايه؟ مش سامعه اي حاجه. ابعدي عن البرطومه. ابعدي عن البرطومه. ابعدي عن البرطومه. يا استاذه نجله. استاذه نجله اعملي معروف تمالكي اعصابك عشان شويه الاكسجين اللي باقيين في المقبره. اعمل ايه؟ اتنيل اعمل ايه؟ هدي اعصابك يا بنت ان شاء الله. اتنيل اعمل ايه؟ هدي اعصابك. لا في حاجات جوه. مفيش حاجه صدقيني. لا لا يا جماعه
استاذه نجله سامعاني؟ يا استاذه نجله مش سامعه اي حاجه خلاص. اسمعيني اعملي معروف، هحاول افتح لك البرقوم من الناحيه الثانيه. مش عايزه من حد حاجه. افتح لك الزنبيل من الناحيه الثانيه. افتح يا ريس. استاذه نجله اجري بسرعه. عدي عدي. لا انا رايح. عدي يا جماعه مفيش حاجه مفيش حاجه صدقيني. استاذه نجله سامعاني؟ يا استاذه نجله مش سامعه اي حاجه خلاص. اسمعيني اعملي معروف، هحاول افتح لك البرقوم من الناحيه الثانيه. مش عايزه من حد حاجه. هفتح لك الزنبيل من الناحيه الثانيه. افتح يا ريس. استاذه نجله اجري بسرعه. عدي عدي. لا انا رايح. عدي يا جماعه لا كفايه حرام عليكم افتحوا لي. حرام عليكم افتحوا لي. كفايه. لا يا جماعه لا كفايه. لا يا نهار اسود ومنيل. يا نهار اسود. يا نهار اسود. يا نهار اسود. لا يا رب والنبي يا رب حرام عليكم بقى. استغفر الله. ابوس ايديكم افتحوا لي بقى. يا نهار اسود. يا نهار اسود. لا استنى استنى. يا حيوان يا حيوان يا حيوان يا حيوان يا حيوان. انت بتهرج. انت فول بس انت بس. عايز اقول لك بتنشط السياحه جامد جدا. لا سيب عادي. في اي حاجه كنت عايزه اروح. كده لا خلاص استنى انت تمام كده الفل. تيرز ريل تيرز. ايه ريل تيرز. يا ما عذبت رجالك كتير. يا ما عذبت رجالك كتير. يا ما عذبت رجالك كتير. انت قاعده كده ليه مبدئيا يا جماعه؟ انا راكب سايبه المصحف ركبي سايبه مش قادره وحياه ربنا بجد. في بعض حروف بتطير في الحوار عادي. ما هو في كلام اساسا هو في كلام يتقال. ايه الدموع اللي نزلت في الاخر دي يعني؟ صدمه وحياه ربنا. المفروض ان انت فرحتي ان خلاص عرفت انه مقلب. ما هو انا دموع الفرحه ان انا لقيت حد قدامي اعرفه. فرحت فجاه. تصدق انا اول مره اكتشف فعلا ان في دموع. فدي الدموع في برضه عندنا ذبيحه اخرى برضه راحت دموع طق بعد ما شافتني. ايوه بتبقى حاسس ان في نجاه. ايوه وحياه ربنا اللي هو ايه. اصل انا بجد وحياه ربنا في الاخر قلت خلاص انا هموت هنا وخلاص. لان الراجل اللي عمال يقول لي بصي في الحيطه ولا اعملي في الايه دوت. انا ومصطفى عمال. ما انا ما ميزت بقى. بصي في الحيطه اللي في وشك. انا حيطه في وشي مش فاهمه لان انا ايه الزنبيل هيفتح وانت الزنبيل ايه؟ الزنبيل ده انا سالته قبل ولا عارفه الزنبيل. ايه اكتر لحظه خفت فيها؟ احنا كلنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا وانت نازله في الموميا. انا حسيت وانت واقفه رحت راجعه لورا كده. انا الموميا لا. قلت له ايه ده في كمان؟ لا وموميا كمان بتتحرك هو بيخلص بالروح دلوقتي. بس انا مش عايز اقول لكم ان الحلقه دي يا جماعه موجهه لكل ضحايا نجلاء بدر. انا دلوقتي بقيت ضحايا من ضحايا رامز. اعوذ بالله. وانت صورت حلقات قبل كده هنا حضرتك ده مجلس خياطه المقبره. واخد بالك؟ فاحنا بندير الليله دي كلها من والاشباح قاعدين. بص بقى شايفه الازمات انت كل اوضه انت متشافه شايفه؟ انا طالعه كده. يا نهار اسود. طب انا عملت ايه يا جماعه؟ انا مش فاكره اي حاجه. لا طب بقول لك ايه لما الموميا اتحركت ايه حسيتي بايه؟ لا دي اكتر حاجه. بص انا الخفاش والموميا تمام خلاص. والارض المتحركه دي بنت اللذينه دي. انت عارف انا طلعت على حاجه في الجنب في الاخر. انا طلعت على حاجه في الجنب. طب لما شفت الموميا اتنقلت من هنا جت هنا عملت دي بنت بنت تيت بترقص ليه؟ طب ما تتهد بالتدريج كده خفافيش موميا والتعبين. انا بخاف منها بس انا عندي مشكله مع التعبان. التعبان انا عارفه ان هو ماشي على الحيطه يعني هو ايه ده؟ لا ده دراع ضيف من الضيوف حاول يهرب بس انا بشرح. لا في وراك اهو في وراك اهو. لا ده ايه ده؟ ده كل دي ضيوف زمايل يعني التعبان بيمشي كده فهو لو جه الناحيه دي انا هروح هنا مفيش البتاع. لو جه الناحيه دي هتروح هنا؟ طب لو جه هنا لا يا نهار اسود ومنين عليا ما بعرفش من المصحف. لا جوه صندوق ممسوك عادي مفيش مشكله. ده حقيقي ولا بتاع ولا ايه؟ ده بلاستيك. مد ايدك